متأكد أنه النية متاعنا كانت أنه باش نمشيو للهجوم. شفتوا لونتام تاع الماتش مشينا للهجوم، لكن أخطاء فردية. الأخطاء ربما متاع الحارس مميش نعرف باش يهبط عليه النقد الكل، نتحملها أنا اللي عطيت فيها الثقة، دونك أنا نتحمل المسؤولية قبل ما يتحملها مميش. ما هو إلا حارس مرمى عمره 19 سنة باش يتعلم من الأخطاء متاعه. دونك حماية له كانت نجم تكون كارثة، عمره 19 سنة ربما ما ينجمش يتحمل الضغط ويتصور روحه أنه المنتخب ممكن ما يترشحش بسبب الخطأ نتاعو، فقررت أني نحميه وغيرنا بحارس مرمى ما حبش نتكلم عليه الحماية نتعرف الناس كل. المهم مرتين نتقدموا ويرجع المنافس. كنا نعرفوا أنه الكومبارتيمون نتاع الاتاك نتاعنا اللي هو كان عاملنا شوية معناها تخمام وتفكير، على خاطر ما نوصفش ماركيو مسجلنا 3 أهداف، لكن كنا نعرفوا كذلك انه عندنا بعض لي ريغراج يتعملوا في وسط الميدان وفي الدفاع. سنحتفظ بالترشح، مش مقابله كبيره برشا لكن على مستوى الاستحواذ، لكن ديما في لي ترانزيسيون نتعبوا، لكن على مستوى الاستحواذ والنفس الهجومي كنا موجودين. الحمد لله. امانه حطيتها في مكانها، يا ربي لك الحمد والشكر. رجعت تونس المره السابعه عشر الحمد لله تتأهل باش تقعد توا المقابلة نتاع رادس. عندنا 3 ولا 4 أيام باش نفكروا انه ربما نعملوا مادام التأهل معناها موجود توا الى اكي، ربما نعملوا العديد من التغييرات. فما لاعبين الجمهور التونسي مازال ما يعرفهمش جاوا للمنتخب، ان شاء الله نعطيهم فرصة باش يكونوا موجودين في مباراة رادس ان شاء الله.